السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نصاوب معكم باستيشيو اولا كوزاميه طاليانيه اللي معروفه. المهم صوبتها بطريقتي، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. درتها بحجم عائلي في قصريه، كتجي زوينه الصراحه. ندوز معكم المقادير على بركه الله. بسم الله. عندي هنايا 300 غرام ديال صدر ديال الدجاج اولا بيبي اللي بغيتو. بصله كبيره، انا كتعجبني بالبصله، كتعطيها واحد التعليكه في ملي كتاكلوها، كتعطيها واحد التعليكه. عندي هنايا واحد جوج دروز ديال الثومه محكوكه. عندي واحد نص معلقه صغيره ديال البزار ونص معلقه صغيره ديال الملحه. هادو هما المقادير ديال العطريه اللي كيداروا في هاد الكوزاميه. يعني ما كندير لا كمون لا قزبر لا حتى شي حاجه، لا ملون حيت هي ما خصهاش تجي ملونه. عندي البيشاميل هنايا اللي معروفه بالحليب والطحين والزبده كطيب، وعندي تما الفريت كتقلى، وعندي تما راه كتشوفوا في الدجاج يطيب. من بعد ما طاب ليا الدجاج وطابت ليا الفريت تقلات، هنا غندوز نقادها معاكم. عندي قصريه يعني متوسطه. عندي هنا البيشاميل اللي زدت عليها الفرماج اللي خلطته معاها. وهنا غادي نبدا بالفريتيه الاولى، نحطها هي الاولى. المهم ديروا القياس اللي نتوما كتبغيو، اللي بغيتو نتومايا. هنا الفريت ما خصهاش تكون طيبه بزاف، يعني مقرمشه. من الاحسن تكون باقا شويه طريه. كنستفوها بهذه الطريقه هذه. كنديروا الصوص يعني من الفوق ديال الفريت، وعاد كنديروا الدجاج وكنديروا عندي هنايا الديك الرومي المدخن، يعني كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف. ضروري ما كنديروه يعني في هاد الكوزاميه، ضروري ما كندخلو. كاين اللي كيديرها به بوحدو. صافي هنا كنحط الدجاج من بعد ما تشحر ليا مزيان وطاب، كيكون واقف يعني ما فيهش الماء لا والو. صافي كنستفوها بهذه الطريقه هذه. كنديروا طبقه ديال الفريت، طبقه ديال الكريمه، وطبقه ديال الدجاج، وغندير من فوق منه الديك المدخن، وغنديروا عاوتاني الفريت تاني والكريمه. هانتوما معايا هنا سيعطيها واحد المذاق رائع. هاد الديك المدخن ضروري ما يكون حاضر في هاد الكوزاميه، ولو ما ديروش الدجاج ديروا غير هو بوحدو، فراه كيعطيها واحد المذاق صراحه زوين بزاف. كاين اللي كيدير فيها المعدنوس، انا ما كندير فيها حتى شي حاجه، كنديرها بهذه الطريقه هذه. والاختيار تيبقى لكم، كل واحد كيديرها بطريقته. هذا ما كان. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. اللي بقات لهنا ما ينساش ليا لي لايك، جزاكم الله خير، والجنه ان شاء الله. وشجعوني، زيدوا شجعوني باش نقدر نوجد معاكم. انتما كتشوفوا داكشي اللي كنوجد وكيكون صادق معايا، هو اللي كنشاركو معاكم. يعني هاد اي حاجه كتكون صادقه معايا هي اللي كنشاركها معكم. شكرا لكم بزاف على التعليقات الزوينه ديالكم، وشكرا على التشجيع ديالكم والله يبارك فيكم ان شاء الله يا ربي. هنا من بعد ما قاديتها دخلتها للفران. كنشعل عليها غير من الفوق حيت كلشي فيها طايب حتى كيتحمر لها الوجه ديالها. صافي تنخرجوها بالصحه والراحه. وجربوها، راها بسيطه وسهله، واي واحد ممكن يجربها، كتجي غزاله ما شاء الله.